مساء الخير. في الكام يوم اللي فاتوا لما حصلت المطرة الشديدة في المتحف المصري الكبير، تطوع ناس وبدأوا يعني ما بين اللي بيسخن الجو حد بيغرق، ما بين اللي يعني بالذات من مصر ان هم يعني حاسبين يعني ربنا معاهم بقى يعني. برضه المتحف غرق وانتوا ما تعرفوش مين مباني، كنت جبتوا مش عارف جنسية مين اللي بنى لكم مباني. احنا ما بنعرفش نبني مباني، ما بنعرفش نبني خيام بس بنعرف نبني مباني. anyway، دي مش أول مرة المتحف اتعرض فيها للمنظر مطرة شديدة بتنزل. آه وسبب في كده راجع لحاجة أنا مش عارف ليه الناس نساية، دي مش أول مرة يحصل المنظر ده في المتحف. يا جماعة المنظر ده شيء مدروس، مدروس من أي ناحية. الجزء اللي هو في المدخل هو كانوا بيسميه الأوتريوم، أو يسموه هم البهو العظيم. الجزء دوت التهوية بتاعته والإضاءة بتاعته إضاءة طبيعية وتهوية طبيعية، يعني السقف من فوق متفرج وعبارة عن مياه معدنية بتسمح بدخول الهواء والإضاءة، بالتالي المياه هتخش. الفكرة من ده كله إيه؟ إنه متحف معمول بنظام تهوية معين، إضاءات بيئية معينة، إنه هو متحف إلى حد كبير متماشي مع البيئة. بالتالي استخدام الكهرباء في الإضاءة أو التدفئة له حدود معينة، وده كان طلب اليونسكو. ده أول. ثانيا المتحف هنا بياخد شكل المعبد المصري. المعبد المصري القديم كان أجزاء منه بتبقى مفتوحة، يعني أوبن كورت، أو الأفنية، أو يعني جمع كلمة فناء خشبة أفنية، ده بيكون فناء مفتوح، مكان مفتوح. تاني حاجة برضه أحيانا كتيرة بيكون بهو الأعمدة أو الستايل هولي بيكون مكان مفتوح، بالتالي التهوية فيه بتكون طبيعية والإضاءة فيه بتكون طبيعية. المعبد المصري القديم مصمم إن هو يستوعب المية. لو صانع المكان اهتم بتنظيف أماكن صرف المية، المعبد هيكون شغال كويس. وفي حالة إن ده ما حصلش يبقى كده في إهمال من بتاع المتحف برضه يتعمل على المستوى. ولما الشركة المصممة الأيرلندية التصميم راعت ابتكار. أول حاجة في حاجتين لازم أعرفهم عن مكان المتحف، يعني في منطقة الهرم جديدة. آه، إحنا عندنا متوسط في طول الأمطار بالأيام المكان ده أكتر من 15 يوم. أما عن كمية المطرة اللي هي بتنزل على المكان ده حوالي 20 ملم. 20 ملم ما بين قليل لحد متوسط، يعني كمية مية السيستم المعمول هيدعم. المية هتمطر أو مطر هتمطر والمية هيتم صرفها، الموضوع بيخلص على كده. فيا ريت بس اللي مش عارف أو يعني اللي وصل لخيال إن هو يعمل أفلام AI ده بشكل كده قطع معوقة والحق والمتحف بيغرق. أنا مش عارف يعني إيه المتعة في كده وليه الرفض ده والأسلوب المتدني ده.